السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين الكرام، مرحبا بكم إلى قناة أضف إلى معلوماتك. اليوم سأحكي لكم حكاية قصيرة تتكون من 3 أجزاء، الجزء الأول منها في هذه الحلقة إن شاء الله. وقبل البدء لا تنسونا من الدعم والاشتراك ليصلكم كل جديد بحول الله. إذن قصتنا لهذا اليوم بعنوان رفاق المدرسة، الجزء الأول. حينما دخل علي غرفة الصف نظر حوله خجلا ولم يعرف أين يجب أن يجلس. كان خجلا من باقي الصبيان الذين لبسوا الثياب الأنيقة، لأن كمي سترته كان مرقعين. لقد عملت أمه جاهدة لتجمع المال وتشتري القماش لسترته الجديدة، لكنها لم توفق، فلقد كان الصيف بالنسبة لها قاسيا جدا. قالت وهي تتنهد عند الباب: يا طفلي العزيز، لو كان أبوك على قيد الحياة لما ذهبت إلى المدرسة بثياب مرقعة. لا تهتمي يا أمي، فسترتي لا بأس بها. ألم تقل العجائز إن الترقيع يبقي الدنيا بخير؟ كان والد علي ميتا، كان بناء طاف المدن يبني البيوت، وبينما كان ذات يوم يحمل عدة قطع من الآجور على ظهره زلت قدمه فسقط من أرض الطابق الخامس ومات. ولم تكف المرأة المسكينة عن البكاء طوال 3 أشهر، بكت حتى جحظت عيناها. وفي يوم من أيام الربيع زارها زروال العجوز وقال لها: كفاك بكاء، كفاك بكاء أيتها المرأة الفاضلة، شمري عن ساعديك واذهبي إلى العمل. حاولي أن تكسبي شيئا من الطعام لموسم الشتاء. قالت أم علي: من ذا الذي سيعتني بابني؟ دعيني آخذه لأستخدمه عندي، يمكنه أن يجلب الماء للحصادين، وسأعطيه شيئا ما بعد الحصاد. أجابت الأم: حسنا يا عم. ظل الطفل طوال عطلة الصيف يصعد وينزل بين الحقول، يحمل جرتين ثقيلتين في يديه، وينقل الماء إلى عدد لا يحصى من حصادي قرية الرجل الغني. وبعد الحصاد، حين عبأ زروال العجوز قمحه الجديد في مخزنه، دعا أم علي وأعطاها مكيالين من القمح. قال: هذا القمح لابنك. سألت الأم الفقيرة بخجل: أليس قليلا جدا؟ أجاب زروال العجوز بغضب: قليل جدا؟ كيف يمكن أن يكون قليلا جدا؟ أتريدينني أن أعطيك كل ما في الشونة؟ خذيه قبل أن أسترجعه، وإلا فإنك لن تحصلي على شيء. صاحت المرأة الفقيرة: هيا يا ولدي العزيز، إن هؤلاء القساة يستغلون الفقراء ويستغلون الأطفال، وهم لا زالوا صغارا، لم يصلوا بعد إلى سن الكسب، فالأولى أن يساعدوهم على دراستهم بدل أن يزيدوا في شقائهم وحرمانهم من حياتهم الطفولية. وإلى لقاء آخر مع الجزء الثاني من قصة رفاق المدرسة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.